من أعظم أسباب الشفاء داووا مرضاكم بالصدقة. الحديث داووا مرضاكم بالصدقة يعني شنو؟ عند زول عيان جرب يصدق، طوالي الله بيصدق عليك، بيصدق عليك بشيء لا يملكه إلا هو، الصحة والعافية. الصحة والعافية. اسمعوا الكلام ده يا أخواني ويا آبائي ويا أمهاتي ويا أخواتي. الدكاترة ما يملكوا الشفاء، بيملكوا الدواء، وفرق بين الدواء والشفاء. القرآن ما قال فيه دواء، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء أخير يعني حاجة أخيرة. عن عسل النحل قال شنو؟ فيه شفاء للناس، ما قال فيه دواء. البنسلين والتتراسايكلين والأموكلان والدريبات والمضادات الحيوية دي دواء بتخش الجسم، قد تشفي وقد لا تشفي، لكن ربنا قال عن عسل النحل فيه شفاء. الحبة السوداء رسول الله قال شفاء من كل داء. المداواة سبب لكن الشفاء نتيجة، وبالتالي الصدقة دي مهمة جدا. بتداوي، داووا مرضاكم بالصدقة، بتبقى لك سبب ربنا ينزل به الشفاء. يا سلام. الصدقة برهان. ليه؟ أي زول طلع ماله في سبيل الله برهن على أن الله أحب إليه من ماله، وبرهن على أن القيم أغلى من ثرواته. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار.